السلام عليكم شباب شلونكم؟ ان شاء الله كلكم بخير. اليوم جاي لكم طريقه انشاء حسابات وهميه، لان وايد الناس جايه تعاني من مشكله انشاء الحسابات الوهميه، وناس اصلا عافت الرشق من وراء الحسابات الوهميه. يعني ناس ملت من مشكله الحسابات الوهميه والحظر يعني من هاي السوالف. فحبيب قلبي، اللي اذا جات تستفاد من الفيديوهات اللي جاي انزلها شروحها، فلا تنسى تحط لايك واشتراك حتى تدعم قناتي ان شاء الله. فحقيقة اللي يحب ارشق له بدون لا يتعب روحه ولا اي شيء، مجرد يعلق بيوزر 5 تعليقات راح اختار واحد وارشق له واحد كيو بالتوفيق للجميع. فنبلش. عمري، هاي البرنامج اثنيناتها راح تلقاها بقناتي بالتليجرام. راح احط لكم رابطها تحت في صندوق الوصف او بالتعليق المثبت. راح تدخل اول شيء على الانستغرام لايت. شو تسوي عمري؟ راح تسوي تبديل الحسابات، تسوي تسجيل دخول. هاي تسوي هيك. انا يطلع لي هيك، انت ما راح يطلع لك هيك، انت انا مسجل به قبل، انت ما راح يطلع لك هيك. تسوي خروج، تروح على هذا البرنامج. هذا البرنامج يعطيك ايميلات وهمية، حتى لا تعب روحك ولا تنشئ ايميل جديد ولا اي شيء. شوف من هنا تحصل ايميلات وهمية. راح تسوي له نسخ، تروح على البرنامج تحطه هنا، تسوي انشاء حساب جديد. راح يوصلك كود على البرنامج، مو مشكلة. بس الاعلانات شوية طويلة. نبي اعلان، مو مشكلة. حاول قبل اخلص الاعلانات وارجع لكم. هسه شوف يا عمري، بعد ما خلصنا الاعلانات تجي هنا وتنسخ هذا الكود، وتروح على الانستلايت وتحطه هنا. شوف تسوي التالي. تمام عمري. هسه هنا راح يطلب منك انشاء حساب انشاء اسمك. راح احط مثلا لحن. هنا كلمة سر. اللي يحب ياخذ هذا الحساب اللي هسه جاي انشاء خليه ياخذه، وبالعافية عليكم. تحطه هنا، تحطها أقل من 2000 يعني. لا تحطها 2000 ولا فوق، لا حطها 1999 أو 1000، على راحتك. وهاي هم غيرها بكيفك. وهاي هم هيك حتى الحساب شوي يطول عندك وما تواجه أي مشكلة. تسوي التالي. شوف يا عمري، هسه راح ينشلك حساب. شوف يا عمري، هسه انشالك حساب، تسوي تخطي. شوف يا عمري، هذا حساب وهمي قدامك بدون اي مشاكل. سوي وياي حساب وهمي. عمري، من انت راح تنشئ هواي حسابات، 5 حسابات او اكثر، راح يسوي لك حظر. يعني كل حساب تنشئه يسوي لك حظر. انت شنو عليك تسوي؟ كل اللي عليك تسوي يعني تنتظر مثلا 24 ساعة او يومين، فهو راح يرجع وياك طبيعي ويبدأ هم تنشئ حسابات على راحتك بدون أي مشاكل. وما إذا ظلت هالمشكلة، فكل اللي عليك تدخل على إعدادات البرنامج الانستلايت، وتمسح تمسح بيانات التخزين يعني. وهو راح يعني يمسح كل شيء، راح يسجل لك بدون أي مشاكل. أتمنى استفادت من الفيديو. لا تنسى اشتراك وتفعيل زر الجرس. مع ألف سلامة.